بالكارير نتاعها من اجل الحب. شو معناها؟ معناها تنجم تكون ناجحه في عملها، تنجم تكون ارتيست، تسلم في هذاك كله وتتلهى باولادها ودارها. خاطر بالنسبه لي هي الاستقرار شيء مهم جدا جدا جدا. الراجل الحوت لا، اناني قدام طموحه، قدام نجاحه، قدام تألقه، ما يضحيش. والله كلامك فيه برشا ما يضحيش. احنا بكري حكينا على سيلين ديون اللي هي من مواليد برج الحوت، وسيلين ديون حتى في الكارير نتاعها معناتها ارتستيك كانت تاخذ في برشا اعوام بوز من اجل الامومه، معناها من اجل حياتها العائليه. لغات معناها البلوك سا كارير تلقاها عامين ثلاثه ما تعمل حتى كونسير، ما تخرج حتى شيء، تقعد جوست لهي بولدها ولا بولادها اللي معناتها تلهي جوست بعائلتها. سي فري معناها فما بار دو فيريتي كبير في الحكايه هذه. في علاقتها مع الراجل تمنح الراجل كامل الحريه، وانسانه اللي تزيد اضافه للراجل. اما رد باله الراجل اللي مرتبط بالمراه هذا ينسى عيد ميلادها ولا عيد زواجها، يعني عندها حاجه مقدسه برشا. ومراه عندها ديما روح الشبابيه مهما كبرت، ديما تلقاها عندها ليغ جون هكا تري سامباتيك، وعندها لغه العينين. ما تحبش برشا حديث المراه الحوت، ما تتكلمش برشا، اما عندها اللغه الحسيه. حتى مع الحيوانات عندها تواصل المراه الحوت. ان شاء الله اللي تسمع فينا تتصل بينا تقول لنا صحيح ولا غلط. يقول لك هو برج الحوت روحاني، والمراه روحانيه اكثر لدرجه وانها حتى لغه الحيوانات تفهمها. تلقى عندها حاشاك قطوسه ولا كلبه ولا اي حيوان اليف، تلقى متناسقه معاه وتتعامل معاه، وحتى الحيوانات يجيوها فاسيلمون المراه الحوت. والمراه هذه من صفاتها وانها ساعات تهرب من الواقع الى الخيال. وقلنا زوز حوتات، واحده تنجم تكون في السطح وواحده تنجم تكون في العمق. وقت اللي تكثر عليها ضغوط الحياه، طبعا الحياه مرة الفوق ومرة لوطة تكثر عليها ظروف الحياة، تنجم تغطس شوية في الخيال. الناس يسحيبوها لاموبيليا، هي مش لاموبيليا، هي تهرب من الواقع إلى الخيال باش تاخذ قوتها وترجع مع أقوى. من بعد المرأة هذه تصدمك بمواقفها، تجي تكون 5 سنين تراها عاقلة، تراها دافية، تراها صامتة، تراها راضية، ومن بعد تقوم بثورة هكا وتمرد. تقول واه هذه مش هي نفسها، هي نفسها لكن تاخذ برشا وقت وخيالية شوية، وكي ترجع للواقع ترجع بقوة وتاخذ برشا قرارات، وقراراتها مهمة في حياتها. وإنسانة اللي يقولك عندها حاجات ملائكية، معناها مع أصدقائها وصديقاتها، وما عندهاش برشا صداقات، لكن تم ياسر بالعلاقات الإنسانية وتم ياسر بالصداقة. وعندها أسلوب في النقاش والحوار اللي تبارك الله عليها، معناها مع أولادها مع صغارها تتواصل بالقدا زاده، وتنجحهم من أحسن إلى أحسن، وطباخة ماهرة. عندها البركة في يديها هكا، حتى كي طيب حويجة، حتى عجة، حتى شكشوكة، حتى تبدا عادية. يعني قال لك المرأة الحوت عندها حاجة سبيسيال هكا اللي طيب لك يجيب بنين. وقال لك المرأة هذه المياه نتاعها صافية. شو معناه؟ ما هو برج مائي، الماء هو مصدر الحياة، هو أصل الحياة. يقول ربي سبحانه خلقنا من الماء كل شيء حي. يعني الماء ينجم يدخلك من كل شيء، عندها حكمة. راهي الماء هي مياهها صافية، من ديما قلبها صافي، ديما ما تشدش الحقد، لكن إياك وأنك تخونها ولا تقدرها في أي علاقة إنسانية. راهي تصبر عليك شوية ومن بعد عندها قلبها يا لطيف. ردود كيفاش المرأة الحوت؟ المرأة الحوت ردود فعلها ماهيش انفعالية، لكن تاخذ مواقف كما قلنا، تهرب شوية للخيال باش تلم قواها ومن بعد ترجع بقوة. ماهيش كالمرأة الحامل ولا المرأة القوس انفعالية وقتها، ولا الجوزاء عنده رد. الجوزاء خاصة في المرأة عندها رد انفعالي قوي برشا. لا، المرأة الحوت تخليك تطفيك، تبرد الحكاية، تنعزل شوية، لكن إذا أخذت منك موقف ما عادش ترجع، ما عادش تراجع. معناها صاحبت مواقف لكن تاخذ برشا وقت، لدرجه وانك انت كي تتعامل معاها صحيبه تافهه ولا ما عندهاش شخصيه ولا سهله. لا 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 لوا انها تكون سهله. اللي عنده زوز امخاخ عمره ما يكون سهل. دو توربو. اي زوز امخاخ عمره ما يكون سهل. دونك التعامل معاها يلزم يكون بالشفافيه، خاطرها راهي عندها حاسه سادسه،
والمرأة الحوت أقوى من رجل الحوت في الإحساس، خاطر عندها الحدث وعندها العين الثالثة، معناها تنجم ترى حاجات العباد ما راوهاش، خاطر عندها إحساس قوي، وأي أحلام تراهم يكونوا نسبة كبيرة من الصدق، وإلا من الشفافية اللي نجموا هذوكم يجوها كيما رسائل ولا بشارات ولا إشارات ولا حاجات تنجم تاخذهم كنقطة قوة وتعمل عليهم، وخاصة إحساسها ما تسيبوش. اما شنو هو الديفو نتاعها هذيا المراه هذيا؟ الديفو نتاعها نعرفوه جوست بعد الاشهار. اي اكيد.